اهلا بيكم معايا. تعالوا النهارده شوفوا انا عملت غدا ايه. الفيديو ده انا موريلكم فيه الغدا بتاعي وكمان العشاء بطريقه سهله وموفره. عملت النهارده يا جماعه شوربه قلقاس بالسلق واللحمه. عملت جنبها شويه رز بالشعريه، عندك شويه مخلل تمام، عندك بتنجان مخلل برضو، بتبقى اكله في منتهى الروعه. الرز بالشعريه كان مفلفل. طريقه عمل القلقاس بالسلق واللحمه عند حضراتكم في القناه، هيعجبكم قوي. اجمل طبق شوربه في الدنيا القلقاس، هتلاقيه دايب كده دوب. عملت ايه بقى في العشاء بالليل؟ اتلاقيت عندي في التلاجة طبق من الشاورما اللحمه، كنت عاملاها قبلها بيوم. اكلنا اللي كلناه والباقي احتفظت بيه في علبه تلاجة. قلت هستغله تاني يوم. عندي عيش سوري، بدات اعمل لهم سندوتشات الشاورما بالعيش السوري. قدمت جنبها عصير، شويه خيار، شويه توميه، بطاطس محمره، كام طماطميه كده قطعتهم وتبلتهم بملح وفلفل وكمون وعصرة ليمونة، وسويت السندوتشات عندي على الجريل. عشوة حلوة. عندك بقى فايض، عندك شوية كبدة، عندك سوسيس، عندك فراخ، أي حاجة احتفظي بيها في أي علبة، وخلي عندك في الفريزر على طول العيش السوري. حتى لو هتعملي سندوتشات بطاطس محمرة بصوص التومية برضو بتبقى أجمل عشوة في الدنيا. أتمنى الفيديو يعجبكم.